بما إن المعطرات غِليت جدًا الفترة اللي إحنا فيها دي، فتعالوا بقى نعمل الفواحة الجميلة جدًا، جدًا، اللي بُصّوا هتخلّي ريحة الشقة عندِك حكاية. ريحة حلوة جدًا، الفواحة جايباها أو الفكرة دي جايباها من محل عطور، من واحد صاحب محل عطور، فكرة رهيبة هتخلّي عندِك الشقة ريحتها جميلة جدًا، تفضل بالشهر كده ريحتها حلوة، كل ما تفتحي وتدخلي الشقة عندِك الريحة آآ جميلة، جميلة جدًا، جدًا بمعنى الكلمة، هتحافظ على آمم الريحة بتاعتها تفضل الريحة بتاعتها حلوة جدًا، وتفضل معاكِ لفترة طويلة، ممكن لشهر ونُص كمان تفضل الريحة حلوة في الشقة. الفواحة مكوناتها بسيطة جدًا، جدًا، ومكونات طبيعية، ومكونات تقدري تعمليها عندِك، وكمان اقتصادية جدًا، جدًا. فيالّا بينا كده نشوف المكونات بتاعتنا، بس كده يالّا قبل ما نقول عليها تعالوا نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المكونات دي جايباها من صاحب محل عطور، قايل لي على الفكرة الجميلة دي، فكرة حلوة جدًا هتخلّي الشقة بتاعتِك ريحتها رهيبة. كفاية بقى كلام في الموضوع وتعالَ نشوف المكونات ونشوف إحنا عملنا إيه. برطمان حلو كده عندِك تجيبيه وتحطّي فيه شوية من الملح، أنا باعمله كده معاكم عشوائي. التجربة دي طبعًا والله عاملاها بقى لي شهر وما نزّلتهاش على الفيديو، يعني صوّرتها وعاملاها بقى لي شهر معاكم، ما مش منزّلاها دلوقتي غير بعد شهر بالضبط، لمّا اتأكدت كده إن فعلًا النتيجة كويسة والنتيجة حلوة وعاطية ريحة حلوة جدًا، كل ما باجي أخُش الشقة الريحة حلوة. ف ما رضيتش إن أنا أنزّل الفيديو غير لمّا أعرف إن النتيجة صح، لو كانت النتيجة بقى غلط خلاص ما كنتش هانزّل الفيديو معاكم، كنت هامسحه الفيديو من التليفون كمان. فلأ النتيجة حلوة ومرضية وفعلًا الريحة حلوة جدًا، كل ما أدخل الشقة الريحة جميلة. أي نوع معطر طبعًا أنتِ عايزاه، وطبعًا أنا جايبة الوصفة الدوني مش بالنسيم اللي أنا جايباه ده أو نسيم الربيع اللي أنا جايباه ده، ده طبعًا مش دوني بس ينفع لكل أنواع يعني تمسحي بيه وتغسلي بيه وتحطي بيه معطر ملابس، بس الدوني الأصح اللي هي أساس الوصفة الدوني تمام. المهم طبعًا الدوني برضه غالي، فاستخدمت المعطر الحلو ده وريحته جميلة جدًا مش وحشة. المهم حطيت إيه، الملح وحطيت القرفة وحطيت عود قرنفل، وحطيت كمان شوية من المعطر اللي أنتِ تحبيه، أو أي معطر تحبي تستخدميه تحطيه، وتسيبي بقى كده البرطمان تحفظيه عندِك في حتة في الشقة، وشوفي بقى الروايح الجميلة